ما تيجي نحط الليمون في الكبة وعليه كده قرنين من الفلفل وشوية من الجزر، ونعمل احلى مخلل الليمون في الكبة. اول حاجة كده نسمي بالله ونصلي على الرسول. ومعايا كيلو من الليمون القضاليا، وده كيلو اليومين دول ابتدى يغلى، فاللي عايزة تجيب تلحق تجيب، لان طبعا كيلو الليمون العادي ب60 وب70، فطبعا الليمون ده بقى عليه اقبال، فابتدوا طبعا التجار او الناس البياعين يغلوه. الكيلو وصل منه ل15 و20 جنيه بعد ما كان ب6.5 وب5 جنيه. فاللي عايزة تجيب تجيب كده وتلحق قبل ما يغلى اكتر من كده. فجيبي كده كيلو الليمون وابتدي بقى قطعيه مربعات كده او شرايح، التقطيعه اللي انتي تحبيها. بس انا قطعت الليمونه على 4/4 كده، لان ال4/4 دي بتنزل معايا البذر اللي فيها بكل سهوله، علشان انا مش عايزه البذر عشان ما يمررش معايا. اقطعي كده الاطراف دي لان دي بيبقى فيها مراره، وابتدي قطعيها بقى شرايح كده مكعبات السهل بالنسبه لك. قطعي بقى كل الكمية بالشكل اللي انتي شايفاه دوت، الطريقة اللي سهلة بالنسبة لك. قطعت كل الكمية معايا، وهبتدي بقى ايه اجهز كده معايا بولة، وهنزل فيها بكل ايه الشرايح اللي انا قطعتها. اكمل بقى باقي الكمية. واهم حاجة تقطعي الجزء ده كويس جدا، لانه بيبقى فيه جزء كبير كده سميك ما بيبقاش فيه ليمون ولا اي حاجة، فده شيليه عشان بيبقى فيه المرارة. قطعت كل الكمية كلها، ونزلت كده عليها بقرنين فلفل من اللي هو الاسباني، وقرنين كده من الفلفل البلدي الحار، ودي برضو حسب الرغبة، لو مش حابة الحار فممكن تستغني عنه. قطعت كده ايه كل كمية الفلفل اللي معايا، وبقى معايا تمام. خلاص كده هنزل بقى عليهم كده بحوالي جزراية كبيرة مبشورة بشر ناعم. حطيت كده هوت، وايه طعم الجزر بيبقى حلو جدا، فانا كترت شوية من الجزر المبشور. حطيت بقى كل كمية الجزر كده هوت، وهنزل عليها بمعلقتين كده من العصفر، ومعلقتين من حبة البركة، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الملح. والملح طبعا برضو حسب الرغبة، بس ايه يفضل ان انتي ما تكتريش الملح يعني. ومعايا كده هريسة الفلفل الاخضر اللي كنا عملتها معاكم قبل كده، وهنزل فيها بمعلقتين من الهريسة، وهنزل عليهم كده اهوت بايه بمعلقة من الخل، دي اسفة ما جاتش في التصوير. وايه طبعا الليمون بقى كله كده حطيت عليه كل المكونات، وهقلب بقى كل الخلطة دي كلها مع بعض. قلبي بقى كل الكلام ده كله بدون اضافات تانية ولا اي حاجة. ريحته خطيرة يعني، ريحته عايزة اقولك من قبل ما يكمل اساسا وهو ريحته تحفة يعني، تجيب نفسك بصراحة. جبت كده معايا برطمان مغسول ومتعقم، المهم يكون ناشف من جوه مفيهوش مية. وابتدي بقى ايه حط فيه كل الكلام ده كله، حط كل الكمية بالشكل دوت، ومش هتضيفي عليه ولا مية ولا اي حاجة. اقفليه كويس جدا بقى في الوقت دوت، وسيبيه كده هوت حوالي اسبوع، وافتحي عليه هيبقى معاكي خطير وتحفة، وهينزل ميته منه فيه من غير اي مية ولا اضافات. طعمه خطير وسهل جدا، اتمنى تجربيه.